السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل كباب الحله الجميل ده، هنعمله بالبطاطس. عايزه اقول لكم وصفه حلوه جدا، انا عملت معاكم كباب الحله قبل كده. هو في كل حالاته تحفه. من الحاجات بقى لو مستعجلين بنعملها جنب شويه رز كده، جنب شويه بتنجان مخلل. تحفه. عايزه اقول لكم طعم البطاطس بيبقى احلى من طعم اللحمه كمان. جربيها بالطريقه دي وانا واثقه ان هي هتعجبكم جدا. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. يلا نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه انا كان معايا اللحمه غسلاها ومنشفاها كويس. هتبتدي تقطعيها بقى كده مكعبات، انا بقطعها مكعبات كبيره. تقطعيها على الحجم اللي انت عايزاه. روحي للجزار وقولي له عايزه قطعيه كباب حله، انا بحبها هنا كده تبقى فيها نسبه دهون شويه. وبعدين بحط بقى حله على النار فيها مكعب زبده او معلقه زيت كبيره زي ما تحبي. وانزلي باللحمه، ابتدي شوحيها بقى كده في قلب في قلب الزيت او الزبده اللي انت حطيتيها. وشوحي فيها. هنزل عليها كده بمعلقه من السكر. والسكر هنا كده معلقه صغيره. السكر هنا بقى هيسويها بسرعه. وكمان هيخليها جوسي كده وطريه من جوه. هتشوحي فيها لحد ما تاخد لون معاكي. وتبقى لونها حلو قوي. الخطوه دي مهمه جدا، احسن ما بنسلق اللحمه على طول. حتى لو هتعمليها بشوربه او هتعمليها للفته. برضو لازم اشوح اللحمه الاول قبل ما اضيف لها الميه بتاعتها. هضيف لها بقى هنا كوبايه بس من الميه. واول ما هتغلي هنوطي عليها النار. هنزل عليها كده بورق لورا. وهغطي عليها النار. مش هنحط توابل كتير، لو عايزه طبعا تضيفي لها توابل ضيفي. بس انا النهارده اوريكم بقى خلطه كنور اللي هي ال11 بهار. الكيس ده ب2 جنيه، عايزه اقول لك تحفه. هو فيه كل التوابل. انا عامله تقريبا كيلو لحمه. كفايه جدا، اضيف لها بس بعد كده ملح واظبط الملح بتاعها. تحفه، لو عايزه تستغني عنه استغني وحطي ملح وفلفل اسود. وكمان بهارات لحمه. ورشه كده من جوز الطيب. بس هو في حبهان وفي مستكه وفي توابل كتير. وبصراحه حلو قوي. هنقطع بقى الخضار بتاعنا، هنقطع البصل الاول كده شرايح. وقطعي بقى فلفل. وهنقطع كمان البطاطس مكعبات. هنزل الاول كده ونقطع، انا طبعا فلفل حامي، هنزل الاول كده بالبصلتين. وسط كده انا قطعتهم شرايح. انا هقطع 3 بصلات كبار. قلبيهم بس كده الاول تقلبتين، هنزل بالبصل الاول. نص كمية البصل يعني عشان تاخد كده تكرمل قبل ما اقطع بقية الخضار. وبعدين هقطع طماطمية برضو شرايح. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. خلصنا كل تقطيع الخضار اللي هنحطه عليها، انا ما بحطش طماطم كتير، هي طماطميه واحده. لو عايزاها حمرا شويه عن اللون اللي شفتيه في الاول. ضيفي لها معلقه من معجون الطماطم. انا لونها بالنسبه لي كده بيبقى تحفه. فصين توم هنقطعهم برضو شرايح كده بالطول. او افرميهم زي ما تحبي. هنزل بقى بمكعب كده من مرقه اللحمه. ولو عايزه تستغني عنه استغني وظبطي الملح بس بتاعها. هغطي عليها لحد ما البطاطس تستوي. ومش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها عاملة ازاي. شايفين بقى العظمة. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربوها. قدميها بقى كده. ويحطي جنبها شوية مخلل او سلطة خضراء. او اعملي جنبها رز بالحبان والمستكة، انا عملت جنبها شوية رز بالشعرية بالحبان والمستكة. مش قادرة اقول لكم بقى على جمال الرز عامل ازاي. رشة بقى كده من البقدونس ولا الكزبرة. شكل الطبق بصراحة تحفة. وطعمه مش قادره اقول لكم. جربوا الخلطه بتاعت كنور اللي هي بتاعت 11 بهار دي. حلوه قوي، هتعجبكم جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لو انت لسه بتشوفيني لحد دلوقتي بقى ما تنسيش بقى اللايك والشير والكومنتات الكتير. وشكرا جدا للناس الجديده اللي في القناه. ولو انت بتشوفيني ولسه ما اشتركتيش لحد دلوقتي في قناتي، انا هستناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. مش قادره اقول لكم بقى مع الرز حاجه يعني هايله. جربي الرز المفلفل ده برضو، هستنى رأيكم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. وباي باي.